سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أينما كنتم سيداتي سادتي. إليكم نشرة الأخبار التي تأتيكم من تلفزيون دولة إريتريا المستهلك المعتاد بأهم وأبرز العناوين. ورود برقيات التهاني بمناسبة أعياد الاستقلال. الاحتفال بعيد الاستقلال في إقليم القاش بركان. فرقة أمواج الجنوب أفريقيا تحيي حفلا فنيا في العاصمة أسمر. الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما جمركية إضافية على الأسمدة الروسية. كوريا الشمالية أطلقت عددا من الصواريخ المجنحة غير المحددة. إندونيسيا ومنغوليا يشاركان في اتفاق استشارات سياسي. بعث رئيس الفدرالية الروسية والمملكة المتحدة ومملكة السويد وألمانيا ببرقيات تهنئة لشعب وحكومة إريتريا بمناسبة الذكرى 34 لعيد الاستقلال المجيد. وعرض رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وباب الفاتيكان ليو 14 عن تمنياتهم بدوام الصحة للرئيس إسياس أفورقي والسلام والتطور للشعب الإريتري. وأكد الزعماء على العمل للارتقاء بعلاقات بلدانهم مع إريتريا إلى أعلى المستويات. وعرض رئيس الفدرالية الروسية فلاديمير بوتين وملك بريطانيا تشارلز وملك السويد كارل غوستاف ورئيس جمهورية ألمانيا الفدرالية فرانك فالتر عن تمنياتهم بدوام الصحة للرئيس إسياس أفورقي والسلام والازدهار للشعب الإريتري. وأكد الرؤساء على العمل لتطوير علاقات بلدانهم مع إريتريا. وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقة الأخوية بين روسيا وإريتريا تتطلع إلى تقدم العلاقات وتطور البلدين وشعوبها، بالإضافة إلى الدور الهام الذي تخدمه هذه العلاقة في الحفاظ على أمن واستقرار القارة الأفريقية. شارك الوفد الإريتري برئاسة سفير إريتريا لدى الاتحاد الأوروبي والدول البنلوكوس ناغاسي كاسا في المنتدى الوزاري الثالث للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي الذي عقد في بروكسل يومي 20 و21 من مايو حول التعاون المتعدد الأطراف والسلام والأمن والازدهار والهجرة. وتناول المنتدى الذي ترأسه وزير خارجية أنغولا ورئيس مجلس وزراء الاتحاد الأفريقي سفير تيتي أنطونيو والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية الأمنية كاغا كالاس أهمية انتقال النظام العالمي الحالي الذي هو في مرحلة انتقالية نتيجة العديد من الاضطرابات التي هي من صنع الإنسان والطبيعة إلى نظام تعددي ونظام مالي عالمي يفيد أفريقيا. وحول الصراع في السودان شدد المنتدى على احترام سيادة السودان وسلامة أراضيه وحماية سيادة المؤسسات الوطنية وحل الأزمة دون تدخل خارجي. وشدد أيضا على ضرورة خلق الاستثمار وتنمية الموارد البشرية وتوفير فرص العمل والتعليم في بلدان المنشأ لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وخرج المنتدى الوزاري الثالث للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ببيان مشترك. يشارك الوفد الإريتري في قمة الصحة العالمية 78 برئاسة القائم بأعمال السفارة الإريترية في سويسرا والمبعوث الدائم في مكتب الأمم المتحدة بجنيف السيد هابتوم زراي التي تعقد في جنيف من 19 وحتى 27 من مايو الجاري. وألقى السيد هابتوم كلمة شرح فيها سياسة إريتريا والإنجازات التي أحرزت في مجال الصحة لتقديم خدمات الصحية بطريقة مدعومة من قبل الحكومة في 34 عاما للاستقلال، مشيرا إلى أن 70% من الشعب الإريتري يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في مؤسسات صحية مختلفة في إطار 5 كيلومترات من مكان إقامته. وأوضح أن الحكومة تعمل جاهدة لإيجاد حلول وسبل معالجة للأمراض المستعصية ضمن الأولويات المرحلية المتعلقة بمجال الصحة، مذكرا من أن منهج مكافحة الأمراض وعلاجها يسهم في الحفاظ على الصحة العامة. وأشار في الختام إلى أنه من الضروري ذكر اتخاذ بعض الدول قرارات غير قانونية تؤثر
على الصحة العامة سلبا، والتي تخالف كل الأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وأنه يتوجب شجب هذه الممارسات وإيقافها. احتفل إقليم القاشبركة يوم 21 من مايو بالذكرى 34 لعيد الاستقلال في حفل بهيج في مدينة بارنتو. تضمن الاحتفال الذي حضره كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة وآلاف المواطنين مسيرة شعبية مصحوبة بالرقصات التراثية وعرضا عسكريا بمشاركة أكثر من 300 عضو من القيادة الغربية، وعروض ثقافية وفنية تعكس معنى الحرية وعروض الطلاب. وقال المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في إقليم القاشبركة السيد إدريس صالح أن الاستعدادات بدأت منذ منتصف مارس، وتجري فعاليات الاحتفال في المديريات من الأسبوع الأول لشهر مايو حتى 24 من مايو، شاكرا مساهمات المؤسسات الحكومية والقيادة الغربية وقيادة حرس الحدود الشمالية الغربية. وأوضح حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حروي أن يوم الاستقلال تذكر بالتضحيات المقدمة وتقوية التصدي، قائلا أن وضع في الاعتبار للمرحلة الجديدة أنه يتطلب من الشعب في الداخل والمهجر العمل لمضاعفة جهد التصدي والتنمية. ويحتفل سكان جميع مناطق القاشبركة بالذكرى 34 للاستقلال بإقامة الحفلات والمآدب الشعبية. نظم الجيش والشعب حفلا جماعيا بعيد الاستقلال في مديرية سنعفة. وأوضح مدراء الضواحي في الحفلات الجماعية المنظمة في إدارات ضواحي كساد إنبا ومزبا وبيحات وروباناتا وجقارو واندالجيدا ومنخيستو وزقفيت ورخويتو أن الاحتفال بهذه المناسبة العزيزة تنقل رسائلا ذات مضمون كبير للأجيال. وقال مدير مديرية سنعفة السيد إدريس علي الشكر أنه لشرف كبير احتفال الشعب مع أبطاله دراع الوطن، مشيدا بدور قوات الدفاع في برامج التنمية الجارية في المديرية. وتضمنت الاحتفالات عروض تعكس تضحيات الاستقلال والدفاع عن السيادة وتقدم برامج التنمية. وتستمر احتفالات الاستقلال في مديرية سنعفة من 16 من مايو وحتى 24 من مايو. أحيت فرقة أوموجا الجنوب أفريقية حفلا فنيا مساء أمس 21 من مايو في ساحة الفاتح من سبتمبر بمناسبة الذكرى 34 لاستقلال البلاد. حضر الحفل المنظم بتعاون سفارة جنوب أفريقيا في إريتريا كبار المسؤولين والسفراء المعتمدين لدى الدولة وعدد كبير من الشعب والطلاب. وشكر المشاهدون فناني جنوب أفريقيا على حضورهم للاحتفال بذكرى استقلال إريتريا، مشيرين إلى أن مثل هذه البرامج إلى جانب منح الاحتفال بعيد الاستقلال الحفاوة الكبيرة يساعد في التعريف بثقافة الشعوب الأفريقية الأخرى. وهنأ سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى إريتريا السيد بيرسي كومشا شعب وحكومة إريتريا، وقال أنه فخور بإحياء فرقة أوموجا حفلا فنيا في إريتريا ممثلة لبلاده. وذكرت منسقة فرقة أوموجا الفنية الثقافية أوموجا ميسويو كونيني لوكالة الأنباء أن قدومهم إلى إريتريا عام 2021 وأنهم سعداء لمشاركة شعب إريتريا فرحته مرة أخرى. وشاركت فرقة أوموجا الفنية التي تنشط في تعزيز الوحدة الأفريقية من خلال الغناء والرقص في احتفالات الذكرى 20 لاستقلال البلاد. يحتفل أهالي الإقليم الأوسط بالذكرى 34 للاستقلال بإقامة المآدب الشعبية في مختلف إدارات المديريات منذ شهر 18 من مايو الجاري تحت شعار خطنا درعنا المنيع. وتم تزيين الخيام بالعلم الإريتري وتنظيم البرامج الثقافية والعروض الموسيقية التي تجسد معنى الاستقلال ووحدة الشعب الإريتري. وقيمت احتفالات المآدب الشعبية حتى الآن في مديريات براتيزو وماي تماناي وتتزارات وترافولا وعداق حمص وسط المدينة. وفي كلمة خلال الحفل أوضح مدراء المديريات أن الخيام الشعبية هي رمز للتناغم والوحدة، وأن التأثير الذي تحدثه على الأجيال الجديدة لا يتم الاستخفاف به، والذي يجب أن تحظى باهتمام خاص كل عام. وأكد المشاركون أن هذه المناسبة هي سانحة لتجديد التزامهم بالحفاظ على سيادة الحرية والحرية للبلاد وتنمية الوطن. وسيتم نصب مع مجموعة 152 مآدب شعبية في الإقليم الأوسط
وستعقد إدارة المديريات المتبقية ستعقد احتفالاتها الأهلية يومي 23 و 24 من مايو. كرمت كلية العلوم في ماي نفحي في 21 من مايو 439 طالبا، بينهم 43% من الطالبات لتحقيقهم نتائج أكاديمية ممتازة في النصف الأول من العام الدراسي 2024-2025. وحقق الطلاب المكرمون نتائج تتراوح بين 3.25 و4 نقاط كاملة في النصف الثانوي الأول. وقال عميد الكلية البروفيسور جبرس قدوم أن 389 من الطلاب المكرمين هم طلاب السنة الأولى. وذكر البروفيسور جبريل أن برنامج التكريم سيحفز الطلاب الآخرين على العمل الجاد لتحقيق نتائج متميزة، وأن يتحلوا بالأخلاق والثقة بالنفس والتكيف مع البيئة الشاملة للكلية وتعزيز الجهد وتطوير قدرات مواجهة التفكير النقدي والتحديات. وأفاد الطلاب أن الدعم والتشجيع من أولياء الأمور والمعلمين ومجتمع الكلية ساعدهم على التفوق في إنجازاتهم الأكاديمية، داعين إلى أن يكون البرنامج مستداما. ويبلغ عدد الطلاب المسجلين هذا العام 2557 طالبا، منهم 48% من الطالبات في 6 تخصصات هي الأحياء والكيمياء والجيولوجيا والرياضيات والفيزياء والإحصاء. وتضم الكلية 47 مدرسين محليين و15 من المدرسين الأجانب. السادة والسيدات، إلى استراحة قصيرة ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية إضافية على الأسمدة وبعض السلع الزراعية القادمة من روسيا وبيلاروسيا في خطوط تهدف إلى تقليل اعتماد الكتلة على هذه الواردات. وأيد أعضاء البرلمان الأوروبي اقتراح المفوضية بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 50% على المنتجات الزراعية من روسيا وبيلاروسيا التي لم تكن خاضعة لرسوم جمركية إضافية سابقا، والتي تشمل السكر والدقيق وعلف الحيوانات. أعلنت كوريا الجنوبية أنها أطلقت باتجاه البحر عددا من الصواريخ المجنحة غير المحددة في تجربة تأتي بعد ساعات من إعلان بيونغ يانغ وقوع حادث خطير خلال احتفالات تدشين سفينة حربية. وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أنها رصدت الصواريخ قرب مقاطعة هانغيونغ الجنوبية في كوريا الشمالية إثر إطلاقها باتجاه البحر الشرقي الذي يسمى أيضا بحر اليابان. وكانت أطلقت كوريا الشمالية دفعة من الصواريخ البالستية القصيرة المدى باتجاه بحر اليابان وفقا للجيش الكوري الجنوبي، بينما أشار خبراء إلى احتمال إجراء تجربة لأسلحة مخصصة. قال وزير الخارجية الاندونيسي سيغونو أن توقيع اتفاقية استشارات سياسية يعزز الحوار بين اندونيسيا ومنغوليا. في هذا الاجتماع أكد وزير الخارجية على الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وكانت إحدى النتائج الرئيسية لهذا الاجتماع هي توقيع مذكرة تفاهم بشأن الاستشارات السياسية. وقال وزير الخارجية الاندونيسي أن توجيه مذكرة التفاهم يعزز الحوار بين البلدين، فضلا عن كونه الأساس لزيادة التفاهم بشأن مصالح البلدين في القضايا المشتركة والإقليمية والعالمية. السادة والسيدات، ختاما لا يسعنا إلا تذكيركم بأبرز العناوين. غد قيادة التهاني بمناسبة أعياد الاستقلال. الاحتفال بعيد الاستقلال في إقليم القاشبركة. فرقة موجة الجنوب أفريقية تحيي حفلا فنيا في العاصمة أسمرة. الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما جمركية إضافية على الأسمدة الروسية.
كوريا الشمالية تطلق عدد من الصواريخ المجنحة. إندونيسيا ومنغوليا تشاركان في تفاعل استشارات سياسي. حتى جديد اللقيا تقبلوا أجمل التحيات وأطيب المنى.